معاني أسماء محرمة في الإسلام. انتشرت في مجتمعنا العربي الإسلامي بعض الأسماء للبنات ما كانت موجودة ولا سمعنا عنها من قبل، والتي تحمل معاني تسيء لصاحبة الاسم. لذلك يجب تجنب تلك الأسماء تماما. ولو كانت اسم ابنتك حاول تغييره إن استطعت، لأنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. في هذا الفيديو سنقوم بشرح معاني الحقيقية لهذه الأسماء التي شاعت على أنها لها معاني جميلة، وبعد التحقق توصلنا للمعنى الحقيقي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. راما آلهة من آلهة الهندوس، والذين ظنوا معناه أرض الحرم. والمقصود بالحرم هنا هو الحرم الذي يتبع آلهتهم الهندوسية، ويعتبر راما المثل الأعلى في الفروسية والفضيلة من خلال الملحمة الهندوسية. وقد نص العلماء على حرمة التسمية بأسماء الأصنام والشياطين ورؤوس الكفر مثل فرعون. لارا المعنى هو روح ترعى العائلات عند الرومان وآلهة البيوت، ويتضمن معنى يتنافى مع الدين في قصص أديان وثنيين. وإن لارا هي آلهة تيبر، وهو نهر أظنه في إيطاليا، وقد شاع هذا الإثم في إيطاليا قبل القرن ال19 ظنا من الإيطالية إنه اسم مشتق من الاسم لاريسا. رينات المعنى أن يسود القلب من الذنوب والمعاصي، وقيل إحاطة الذنوب بالقلب من كثرتها، وقيل الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت. ريماس قيل ظلمة القبور الموحشة، وقيل مؤخرة الغداء، وقيل صغير الجن. لامار كلمة فارسية وتعني أنثى الكلب، ومذكرها دي لامار. وهنا نلاحظ أن أي اسم غريب نسميه يقولون معناه الذهب أو بريق الألماس أو ماء الذهب، ولكن بعد البحث والتحقق عن معنى الاسم نجد أنه ليس له أصل في اللغة العربية تماما. فظن الكثير أن معنى لامار بريق الألماس وماء الذهب، ولكن هذا غير صحيح نهائيا. مايا هو اسم أكثر القبائل تخلفا في العالم وتعيش في أمريكا. يارا كلمة فارسية وتعني الأكل المحترق. وجود ويعني حرقة في القلب، وأيضا اسم من أسماء الجن، وتعاني صاحبة هذا الاسم من أمراض تؤدي لهلاكها والعياذ بالله. وتين يقال أنه من الحبل الوتين، ولكن هو اسم جماعة من الكفار يقومن بفعل الفاحشة يقال عنهم وتين. هنوف يقال أنه الغرام، ولكن هو اسم جنية تعيش في الحمامات أو الخلاء، أعاذكم الله.